عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مازال كنتواجد عند الحباب، عند الصحاب، عند الأصل الطيب. هما كيقولوا الشلوح بحال حنا المغاربة كنا واحد، ما عندنا فرق لا بين الشرح ولا بين السوسي ولا بين العربي، كنا مغاربة مسلمين كنقول لا إله إلا الله. اليوم درنا الرفيسة اللي يقولوا حنا ديال المغاربة القديمة اللي بالعشوق ديالها وبالتقاليد ديالها وبالجمع ديال الحباب ديالها. البارح كنا درنا صدقه واليوم حتى هذه محسوبه من الصدقه. وريهم الدجاج لما طاب في المرقه، حاويه لما طاب الدجاج في المرقه. دوك على المرقه ديال الدجاج، هذه المرقه تبارك الله الشاف كي دايره. وهذه المسمن، هذا المسمن الاخوان ديالي هذا درناه بحال ديال شراب اتاي ورققناه بهذه الطريقه هذه، يعني ما فيش البابه. ها تشوفوا كي داير، ولكن الماكله ديالو راه زوينه بزاف، صحي وزوينه بزاف. هذه التفايه باش غنزوركم ان شاء الله، هذه البصله التفايه البيض، وهذه الحلبه طيبناها بوحدها على حسب كاين شي ناس ما كيبغوش الحلبه. والحمد لله ولا الحمد كما كنقول لكم ونعاود لكم، الجمع مهم، والعائله اللي يكون فيها العم والخال راه شويه صعيبه، كيمشيو داك التقاليد اللي مهمه عندنا في البلاد. ولكن هاد الاسره حيت مازال عندها الجمع، وعجبني الجمع ديالهم من البارح واليوم، وانا فرحانه معاهم. والله يرحم الوالد اللي مات ديالهم، واللي ما مشى الله يسهل عليها، واللي مزوجه الله يكمل عليها، واللي دار الله يسهل عليهم بالخدمه، هما الله يصبرهم على بواهم. وهكا نكونوا مغاربه كاليدين كالصبعه اللي ما كيتفرقوش، كل اسره نبغيها تكون بحال هكا. وهذه ثاني نصيحه اختكم سميره، بالخير الله يعطينا ويعطيكم.